أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المستشار أحمد عبده ماهر. بما انك بتوجه كلامك لينا كمسلمين وبتقول اخوة الاسلام، فاهلا وسهلا بك يا سيدي. يا ترى معاك ايه النهارده هتتحفنا وتفتف ايه؟ رجم إبليس في الحج تعتبرونه شعيرة ومناسك، هذه مصيبة، بل هي بدعة في الدين. يعني حضرتك تقصد ان رمي الجمرات مش مناسك الحج، لا وكمان بدعة؟ كل الموبقات بتبقى في الحج، لذلك أقول بأنها ليست شعيرة وأنها بدعة. بقول لحضراتكم ايه، تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده بالكامل ونرد عليه نقطة نقطة، ولكن بعد ما نوحد الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده. انا اخوكم مدحت رمضان، فضلا وليس امرا. يا ريت قبل ما تشرفني برايك في التعليقات تكمل معايا الحلقه للنهايه، ويا ريت تكون ايجابي بعد ما تشوف الحلقه كامله، تتفاعل معاها يا اما بلايك لو الحلقه عجبتك، او حتى يا سيدي ديسلايك لو الحلقه ما عجبتكش. كالعاده المستشار اللي اسمه احمد عبده ماهر، واللي بيقول على نفسه ان هو مسلم من طائفه القرانيين. بما ان يعني احنا دلوقتي داخلين على موسم الحج والناس موجوده في بيت الله الحرام يعني عشان يؤدوا مناسك الحج، فطلع يهبط كعادته وكتب على حسابه في تويتر التغريده اللي حضراتكم شايفينها دي: متى يتم الغاء رجم ابليس من مناسك الحج؟ مش بس كده يا صديقي، لا ده طلع كمان عمل فيديو ويتكلم فيه وبيقول لك ان رمي الجمرات ده اصلا مش من مناسك الحج وهو بدعه مستحدثه. فخلونا كده نتابع كلامه كده ونرد عليه نقطه نقطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المستشار أحمد عبده ماهر. صرتم تقلدون رجم إبليس في الحج. رجم إبليس في الحج تعتبرونه شعيرة ومناسك، وهذه مصيبة. اولا بس يا استاذ احمد قبل ما نكمل الحلقه، مفيش حاجه عندنا اسمها رجم ابليس، هي موجوده اسمها الحاجه اللي موجوده عندنا في مناسك الحج اسمها رمي الجمرات. رجم ابليس ده حضرتك، الرجم ده موجود في حد من حدود الله بالنسبه للزاني المحصن، انما كلمه رمي ابليس دي مش رجم ابليس دي مش صحيحه، والاصح رمي الجمرات. حبيت بس افكر حضرتك يا سعاده المستشار احمد بالنقطه دي وخلونا نكمل. رجم إبليس في الحج تعتبرونه شعيرة ومناسك، وهذه مصيبة، بل هي بدعة في الدين. هذه البدعة في الدين، ليه أنا بقول بدعة في الدين؟ يا فضيلة المشايخ بتوع الإسلام كلهم من 1000 سنة فاتت ولا 1400 سنة فاتت، لأنه الله سبحانه وتعالى نص وحكى لنا عناصر الحج وشعائره ومناسكه، لم يكن من بينها رجم إبليس. هذه واحدة. في النقطة دي يا أستاذ أحمد عايز أوجه لحضرتك سؤال مهم: هل في القرآن الكريم اتذكر كيف يتم أو كيف يقوم المسلم بصلاته؟ هل في القرآن قال لك تركع وتسجد وتقول إيه في الركوع وأنت قائم وأنت واقف وتبتدي الصلاة إزاي؟ لا، الكلام ده ما اتذكرش، ولكنه كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالسنة النبوية هي عبارة زي ما حضرتك عارف يا أستاذ أحمد، لو مش عارف يا ريت تسمع الكلام ده. السنة النبوية عبارة عن أحاديث وردت وثبتت صحتها عن النبي، أو أفعال قام بها النبي وشافوها الصحابة، فدي بتعتبر سنة برضو، أو حاجات عملها الصحابة وأقرها النبي، فدي تعتبر سنة برضو. وعاوز أنبه لحضرتك إن من مصادر التشريع عندنا في الإسلام القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بقية كلام. أمر الثاني، الله سبحانه وتعالى حكى لنا دقائق وتفصيلات الحج، حتى أنه قال، اسمع معايا الآية عشان تعرف أنه مش بس تكلم في أركان الحج، لا ده تكلم كمان في فضائل وأعمال يعني من المندوبات. فقال المولى عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر يعمل ايه؟ لابد انه يطوف بهم، فلا جناح ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. شوف الطواف بين الصفا، الحج بين الصفا، السعي بين الصفا والمروه، يبقى اذن فلا جناح عليه، ربنا بيقول كده: فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. يا اخوه، المولى عز وجل تكلم في قص الشعر، إنما لم يتكلم
في انه المسلمين تجمع 49 حصاية او طوبة او 70 طوبة اللي هيقعد 3 ايام. اللي بيقعد يومين يجمع 49 طوبة، واللي يقعد 3 ايام يجمع 70 طوبة. ما خليناش المسلمين تبقى زبالين، وبعدين ويشيف لهم في الكيس ويحافظ عليهم ويروح يرجم. هو ابليس ساكن في مكة ولا ايه؟ او في ضواحي مكة؟ تكونوش فاكرين كده يعني. وهل لما بترجموا ايه العبرة بتاع ان انت ترجمه؟ العبرة ان انت تطوف بالصفا والمروة، او تسعى بين الصفا والمروة، ان تتذكر تلك المرأة التي اطاعت زوجها وقالت الله امرك بهذا؟ فاشار وقال نعم. قالت اذا لن يضيع. هذا هو ما تفعله او ما فعلته السيدة هاجر، وما يفعله الحاج حينما يسعى بين الصفا والمروة. لكن رجم ابليس، وابليس بدورين دلوقتي وب3 ادوار، وناس ترجم ابليس وهي في السيارة. ولأجل ماذا؟ لأجل امر لم ينزل في كتاب الله. لقد نزل ذكر الله عند المشعر الحرام، ونزل الطواف بالكعبة، ونزل السعي بين الصفا والمروة، ونزل كل شيء، ونزل الوقوف بعرفة، إلا ذلك الرجم، رجم إبليس. وفين إبليس؟ ده هو موجود جوه الحج، ده كل الموبقات بتبقى في الحج. لذلك أقول بأنها ليست شعيرة وأنها بدعة. اولا يا استاذ احمد، يلي بتقول على نفسك مستشار، احنا ربنا كمسلمين بنسلم طالما جالنا امر من الله ان احنا بنسلم بيه من غير حتى ما نعرف حكمته. وعقلا كده انا هتكلم بنفس منطقك زي ما قلت ان السعي بين الصفا والمروه ليها قصه، واتفرضت علشان القصه دي علشان نتذكر ربنا لما السيده هاجر سعت بين الصفا والمروه بتبحث عن مياه لرضعها. ما برضو قصه رمي الجمرات دي يا استاذ احمد ليها قصه. إن من المعالم التي والمشاعر والشعائر هي هذه الجمار. فهذه الجمار كانت لها قصة، أن الله تعالى حينما أوحى إلى إبراهيم وعن طريق الرؤيا التي رآها وقد جاءت في القرآن الكريم، أنه رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل. فعندما أخبره بذلك قال يا أبت افعل ما تؤمر. فجاء الشيطان ليثبط إسماعيل إبراهيم نعم. ليثبط إبراهيم ويعرض له. فأخذ إبراهيم عليه السلام شيئا من الحصى فأخذ يخذفه لئلا يثبطه عن عمل ما أمره الله وعن الاستسلام لأمر الله تعالى. يبقى بنفس منطقك يا استاذ احمد بالنسبه للسعي بين الصفا والمروه ان انت تتذكر الله وتتذكر القصه، بنفس منطقك كده يبقى رمي الجمرات برضو ان انت تتذكر الله وتتذكر القصه اللي حصلت مع سيدنا ابراهيم. الرسول عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم، وفي حجه الوداع الصحابه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقوم برمي الجمرات. يعود رمي الجمرات الى محاوله صد الشيطان النبي ابراهيم عن ذبح ابنه اسماعيل، فرماه إبراهيم ب7 حصوات في هذه الأماكن التي يرمي فيها الحجاج الجمرات. المنسك بات أحد أركان الحج أسوة بالنبي الكريم. لما حج حجة الوداع رمى جمرة العقبة ب7 حصوات، ورمى الجمرات في الأيام الأخيرة بعد الزوال، وقال عند أداء المناسك خذوا عني مناسككم. هي دي يا جماعة أفكار الناس اللي بيقولوا على نفسهم قرآنيين، أمثال أحمد عبده ماهر بيقول لك إحنا قرآنيين ملناش دعوة بالسنة وما بناخدش بالسنة لأن مش عارفين هل هي صحيحة ولا لا، ولكن بناخد من كلام ربنا القرآن الكريم. هو ده المنهج اللي بيقولوه للناس، ولكن منهجهم أخطر من كده. ده غير إن هم بيرفضوا السنة، بعد كده هتيجوا حضراتكم وتلاقوهم بيشككوا في القرآن الكريم نفسه. فواجب علينا إن إحنا نحذر من أحمد عبده ماهر ومحمد هداية وإبراهيم عيسى وكل الناس اللي من الطائفة دي واللي بيقول لك إحنا مسلمين ولكن إحنا قرآنيين وبنلتزم بكتاب ربنا، والناس دي أبعد ما تكون عن الإسلام. بس يا صديقي بشكرك كتير لو وصلت معايا للثانية دي من الفيديو، ودلوقتي شرفني رأيك في التعليقات، وبتمنى من حضراتكم تتفاعلوا مع الحلقة دي وتنشروها في كل مكان. نفسي الأزهر الشريف يطلع يرد على الناس دي، أو
او حتى يسكتها. فين الازهر الشريف وفين دور الاجهزه المسؤوله عن الناس اللي بتطلع تفتي في الدين؟ يا جماعه مش الدين، مش الحيطه المايله هو الدين، اي واحد يطلع يفتي فيه ويخبط. بتمنى الكلام ده يوصل للازهر، لان من امن العقاب اساء الادب. فبتمنى الازهر يطلع يوقف الناس دول عند حدهم، والجهات المسؤوله تحاول تعمل كل اللي في وسعها ان هي تقاضي الناس دول. الناس دول بيعملوا فتنه وبيصدروا الدين وبيعكننوا على الناس في دينهم وبيلبسوا على الناس في دينهم. بس يا صديقي لحد هنا وصلنا لنهايه الحلقه، وشكرا، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده قادمه. ولحد الوقت ده بسيبكم في رعايه الله وامنه وحفظه. كان معكم اخوكم مدحت رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.